مساء الخير. كان يا مكان يا سعد يا كرام، ولا يحل الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة حدوتتنا يا حلوين عن لا تكن مغرورا. عنوان الحدوتة: لا تكن مغرورا. لا تكن مغرورا. لا تكن مغرورا. الكتاب ده اسمه حكايات عمو محمود. حكايات عمو محمود. دلوقتي هبدأ أقرأ لكم منه حدوتة قبل النوم. أتمنى إن انتوا تطلعوا على السرير وترتاحوا وتغمضوا عينيكوا وتسمعوا الحدوتة وتتبسطوا. طيب شطار. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قديم الزمان كان في إحدى الغابات الكبيرة كانت الغزلان تعيش في قطعان للدفاع عن نفسها. زمان كان في مجموعة غزلان عايشين في مجموعات علشان يقدروا ان هم يدافعوا عن نفسهم. عرف قطيع الغزلان دي بالتعاون وبمنازلة خصومه وشدة بأسه. يعني كانوا غزلان حلوين قوي، كانوا معروفين عنهم التعاون، ان هم دايما يدافعوا عن نفسهم وان هم أقوياء وعندهم شجاعة. وفي ليلة قمرية جميلة اتولد غزال صغير انبهر الكل بجماله وحسنه، فسموه بدر. ليه بدر؟ هو اتولد في ليلة قمرية ولأن وشه كان جميل جدا زي البدر زيكم. كبر بدر وازداد جمالا وبهاء وبقى جميل جدا، بقى شكله أحلى مما كان. فقد كان طويل العنق مثقول القوام حاد القرنين. عنده قرنين واقفين كده، له غرة على جبينه وخصلة حمراء على عينه اليمنى. يعني كان بدر جميل قوي، غزال صغير جميل عنده خصلة على عينه اليمين لونها أحمر وشكله زي القمر وطويل كده وعنده عضلات وحلو، بالإضافة إلى الدوائر البيضاء والسوداء التي كانت تغطي جلده. عنده دوائر بيضاء وسوداء في جلده. كان يمضي وقتا طويلا متأملا وجهه وقوامه على سطح ماء البركة. كان عنده مية، بركة يعني مية، وكان دايما يبص على وشه الحلو ويقول: الله على جمالي وحلاوتي، يا جمالي يا حلاوتي، خليت لي الحلوين ايه. كان دايما شايف نفسه ان هو حلو وان هو احلى غزال في الكون. ولما كان يمشي بين الغزلان كان دايما يرفع راسه ومناخيره كده، يرفع مناخيره السما، وكان دايما متباهي، شيته فيها غرور وتباهي. وفي ليلة من الليالي مجموعة غزلان أصحابه قالوا له: يا بدر، هو انت ليه ما بتقعدش معانا؟ ليه مش دايما تيجي تحكي معانا وتتكلم؟ احنا كلنا بنقعد مع بعض وانت بتقعد لوحدك وبتشوف نفسك في المية، بتحب نفسك جدا
ومش قاعد معانا؟ احنا صحابك، احنا الغزلان صحابك، انت نسيتنا ولا ايه؟ على فكرة يا بدر، انت مش احسن مننا في حاجة، وانت مش افضل غزال في الدنيا. كل غزال وليه حاجة مميزة بيه، خاصة بتاعته، ليه ميزة خاصة. بصلهم كده بدر وضحك بصوت عالي قوي واستغرب الكل ان هو بيضحك. قال لهم بدر: ايه؟ قولوا كده تاني. انتوا شبهي انا؟ انتوا فين من قوامي الجميل ووشي اللي زي البدر وجمالي؟ انا مستحيل اقعد معاكم. فقالوا له: نحن بنو جلدتك وعشيرتك، ومهما طال الزمان ستحتاج الينا يوما ما. ولما سمع كده بدر قال لهم: لن يحتاج بدر الوسيم إلى غزلان مثلكم، لن أحتاج إليكم في يوم ما. ومشي بدر ومشي وصحابه زعلانين منه إنه هو مرضاش يلعب معاهم ولا يتكلم معاهم. وذات يوم دعاه زعيم الغزلان لحضور الدروس التي يلقيها على صغار الغزلان، ليتعلم كيف يدافع عن نفسه إن هاجمه حيوان مفترس. في يوم قال له زعيم الغزلان: يلا تعال عشان تتعلم الدروس اللي احنا بنقولها، علشان لو اي حيوان مفترس جه ياكلك تقدر تهرب منه وتبقى شجاع. ضحك بدر وقال: ومن يجرؤ على مهاجمتي او الاقتراب مني؟ من يرى جمالي وحسن قوامي يخر مخشيا عليه، أو يعلن انهزامه أمامي دون نزال. بطبيعة الحال رفض بدر إن هو يحضر الدروس، وقال إن هو مش هيحضر الدروس لأن هو مش بحاجة إليها. ضحكت كل الغزلان لحد ما سالت دموعهم، ضحكوا لحد ما عيطوا. ليه؟ لأنه بالطبع مشهور جدا عن الغزال إن هو حيوان مهاجم من كل الحيوانات المفترسة زي الأسد، الحمار الوحشي. هو أصلا الغزال مهاجم جدا، فلازم يتعلم ازاي يجري ويدافع عن نفسه، خصوصا إنه من الحيوانات السريعة. ولكن بدر اتغر جدا على الدروس وشاف إن جماله هيحميه من الحيوانات المفترسة. راح بدر وشاف نفسه في البحيرة زي عادته كل يوم، ويمتع بصره بجماله. ومرت الأيام وبدر كل يوم على الحالة دي، كل شوية يروح يشوف نفسه ويشوف جماله على البحيرة ويتغزل في جماله ويروح ينام، وهكذا. سمعت كل الغابات بقصة الغزال المغرور بدر، يعني بقى مشهور وبقى معروف ان في غزال هنا مغرور اسمه بدر، مبيقدرش دروس، ما بيقعدش مع اي حد، بيشوف جماله ويروح. وكان في اقصى الغابة بعيد جحر صغير بيسكنه تعلوب وتعلوبة، وكانوا عندهم من الحيلة والدهاء والذكاء ازاي يكسبوا طريقة لأكل عيشهم وتأمين حياتهم. وفي ليلة من الليالي قالت تعلوبة: هل جاءك خبر الغزال المغرور؟ ضحك تعلوب وقال: والنبي ولنا آخر نكتة، أنا عارف الموضوع ده من زمان. قالت له: استنى بس، فكر معايا، بقولك الغزال المغرور. قال لها: ايه ده؟ انتي تقصدي ايه؟ قالت له: بقولك غزال يعني. وعملت له كده، ففهم ان هي تقصد ان احنا محتاجين ان احنا ناكل الغزال ده علشان نقدر نعيش ونشبع بطننا. ولكن اتنهد كده وقال: إن هذه أمنية غالية جدا، وكيف لنا بها؟ احنا ازاي هنقدر نطول الغزال ده؟ هقولك بس بعدين. دلوقتي
تنام تنام، وبكرة عندنا شغل كتير جدا. اليوم التاني صحي تعلوب وتعلوبة من النوم ومشوا ناحية الغابة اللي فيها الغزال المغرور. ولما الشمس بدأت تميل للغروب اتجه بدر كالعادة للبحيرة بتاعته علشان يشوف جماله وحلاوته قبل ما الدنيا تضلم. ولما تعلوبة شافت بدر بصت لتعلوبة قالت له هو ده. قال لها ايه ده؟ الغزال ده؟ تقصدي ايه؟ قالت له يلا بس ورايا. مشي تعلوب وتعلوبة ناحية بدر وقربوا عليه وقالوا له يا ويلي يا ويحي، أكاد أفقد وعي لفرط جمال هذا البدر الساطع والنور اللامع. يعني بالبلدي يا جمالك يا حلاوتك، ايه الجمال ده كله؟ لما سمع بدر كلامهم أحسه ينزل بردا وسلاما على قلبه، فهو متعطش لسماع هذا الكلام الذي يشبع غروره. ولما فاق بدر وبيبص وراه لقى تعلوب وتعلوبة هما اللي بيمدحوا جماله. بعد كده وخاف. قالت له تعلوبة لا تخف يا صاحب القوام الرشيق والقرون الحادة والعنق المصقول، نحن سمعنا عن جمالك الأخاذ فجئنا من أقصى الغابة نمتع أبصارنا بحسنك وبهائك. ما تخافش، ده احنا سمعنا ان في غزال هنا جميل قوي وقلنا نيجي نشوف جمالك وحلاوتك من مكان بعيد جدا من الغابة. اطمن اطمن. قال لهم بدر لا اطمن ايه؟ اخاف ان تفترساني وتأكلاني، انا خايف تهرشوني بسنانكم. قالت له تعلوبة نفترسك ونحرم نفسنا من الجمال ده؟ نحرم نفسنا نشوف الوش الحلو قوي 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 ده احنا نخاف عليك من النسمة كده هوت لحسن تأذيك. وقرب تعلوب وتعلوبة كده جنب ودنه وقالوله من يجرؤ على ذلك إن رؤيتك تشفي كل عليل. قال لهم بدر بكل غرور يكفيكما يا تعلوب ويا تعلوبة هذا القدر، فقد حان موعد انصرافي وسوف نلتقي غدا. يعني بدر حبهم وآمن لهم وشاف ان هما بيسمعوا الكلام الحلو الجميل اللي هو نفسه يسمعه وصدقهم. وفي اليوم التاني وفي نفس الميعاد وفي نفس المكان في النادي جه تعلوب وتعلوبة لبدر علشان يمدحوا جماله وحلاوته. وقرب تعلوب وقال أهلا بصاحب الضلة والقرون الحديدية. بص لهم بدر ومردش عليهم السلام ومشي وقال ها عايزين ايه بقى المرة دي؟ احنا مش عايزين حاجة، احنا بس بقت شوفتك مجرد شفاء لينا. لازم نيجي دايما نشوفك كل يوم ونطمن عليك ونشوف جمالك وحلاوتك، احنا مش عايزين منك اي حاجة. وبعدين يعني لو انت مصر ومصمم احنا ممكن نديك مكافأة مقابل انك تخلينا نشوف جمالك وحلاوتك. قال لهم مكافأة ايه دي؟ قالت له هنديك هدية بس تخلينا نشوفك دايما. قال لهم ماشي ايه هي الهدية؟ واتبسط قوي 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 بدر. قالوا له الهدية عشب رطب وعسل نحل أبيض جميل. عشب رطب وعسل نحل أبيض جميل. قال لهم بدر وهتقدروا على كده؟ كل يوم هتجيبولي عشب رطب وعسل أبيض؟ هتقدروا؟ قالوا له تعلوبة طبعا احنا نقدر نجيب لك كل اللي انت بتحبه. قال لهم بدر خلاص اتفقنا، كل يوم موعدنا في المكان ده قبل ما الشمس تغرب. اتفقوا وقالوا له ماشي ومشيوا روحوا البيت.
وقعد يضحك يضحك يضحك، تعلوب وتعلوبة يضحكوا هما الاتنين مع بعض ويقولوا ده غبي اوي ازاي كده. وراح تعلوب قال لتعلوبة انا ما كنتش فاكرك بالذكاء ده كله. قالت له ما يجيبها الا ستاتها. عدوا 3 أيام، وكل يوم تعلوب وتعلوبة يروحوا بالعشب الطري والعسل النحل لبدر ويطبطبوا عليه ويحبوه، وبدر يتبسط وياكل العشب الطري وياكل العسل النحل لحد ما حبوهم واطمن لهم وبقوا صحاب. اما بقى في اليوم الرابع ما جاش تعلوب وتعلوبة حسب الميعاد، ما جاش تعلوب وتعلوبة حسب الميعاد. فحس بدر بالانزعاج والقلق. ايه ده بقى ان شاء الله؟ مين هيقول لي كلام حلو دلوقتي؟ وبعد اسبوع ظهر تعلوب وتعلوبة من جديد بجانب البحيرة. شافهم بدر جري 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 بسرعة، قال لهم اهلا يا صحابي، ازيكوا؟ وحشتوني قوي، الحمد لله على السلامة، كنتوا فين؟ قالوا له ازيك يا بدر، وهم زعلانين قوي كده. قال لهم بدر مالكم في ايه؟ قالوا له ما تعرفش اللي حصل لنا يا بدر. قال لهم مالكم؟ قالوا له احنا فقدنا في الاسبوع الماضي زعيمنا، الزعيم بتاعنا مات في الاسبوع اللي فات يا عيني، وبقينا قاعدين من غير زعيم. قال لهم معقول؟ ازاي مات ازاي؟ قالوا له هو كان وحش قوي قوي قوي، كان شكله وحش، وهو ماشي شافه اسد، استفز جدا من شكله الوحش، فانقض عليه وكله هم كله. قال بدر يا لهوي الحمد لله ان انا شكلي حلو وجميل، الحمد لله مفيش اسد هياكلني، انا شكلي حلو. قال تعلوب وتعلوبة استنى بس يا بدر، احنا دلوقتي في مشكلة كبيرة أوي، الزعيم بتاعنا مات، هنقعد ازاي من غير زعيم؟ احنا محتاجين في أسرع وقت زعيم للقطيع بتاعنا، ولكن احنا محتاجينه بمواصفات كتير قوي. أولها انه يكون حلو علشان مفيش أسد ياكله، وانه يكون جميل وبعضلات علشان يقدر يهاجم الأسد. باختصار كده شبهك كده يعني يا بدر. وقرب عليه تعلوب وتعلوبة وقالوا له هل رضيت أن تكون أنت زعيمنا أيها الغزال الوسيم؟ هل رضيت أن تكون أنت زعيمنا أيها الغزال الوسيم؟ هل رضيت أن تكون أنت زعيمنا أيها الغزال الوسيم؟ قال لهم بدر إن الأمر ليس بالهين كما تعتقدون، يمهلوني بعض الوقت علشان أقدر أفكر في مخي، استنوا بس شوية، ادوني وقت علشان أقدر أفكر. حس تعلوب وتعلوبة بارتياح للرد ده، وبعد بدر علشان يفكر. فقال تعلوب لتعلوبة هل تظنين أنه سيوافق؟ تفتكري يوافق؟ قالت له اطمن، لم يعرف التاريخ أحمق مثل بدر، ما تقلقش، التاريخ ما جابش حد غبي زي بدر. قال لها تعلوب ولكن مش هنقدر عليه يا تعلوبة، احنا 2 وهو أسرع مننا. قالت له لو ما قدرناش عليه احنا 2 هنقدر عليه احنا 4. قال لها 4 ايه؟
انت قايله لحد تاني الخطة يا ثعلوبة؟ قالت له لا، انا قلت لابناء عمي الثعلب الرمادي والثعلبة وشقيقته العرجاء، وهيجوا وهنحصره كلنا وناكله. وبعد شوية وقت صغننين جدا جه بدر من بعيد وهو مغرور في مشيته كالعادة. وافقت يا ثعلوب انت وثعلوبة ان انا هبقى الريس عليكم هنا هوت، محدش بيقدر جمالي وحلاوتي وقاعد حزين جدا، انما عندكم هتقدروا جمالي وحلاوتي وهبقى مبسوط وهبقى زعيم عليكم كلكم. اتبسط ثعلوب وثعلوبة جدا جدا وفضلوا يتنططوا من الفرحة، وكمان بدر كان مبسوط اوي اوي اوي. اخيرا هيروح لقطيع يشوفه جميل وحلو. قالت له ثعلوبة اجيب بقى من ورايا الهدية احتفالا بالخبر الحلو الجميل اوي 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 ده. وجابت هدية شهد وعشب طري، قطعة من الشهد وعشب طري عشان ياكل فيهم بدر. كل بدر قعد ياكل 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 لحد ما بطنه اتملت، واتبسط جدا جدا ان هو بقى زعيم، وهيصوا كلهم ورقصوا. قال لهم بدر يلا يلا بقى نمشي من هنا ونروح للمكان الجديد. قال له ثعلوب بس استنى، الرجلين الحلوة اوي دي ما تمشيش على الارض، احنا هنشيلك فوق كتافنا وندخل بيك ونقول هو ده الملك الجديد. شال ثعلوب وثعلوبة الغزال فوق كتافهم وراحوا بيه، وفضلوا يمشوا 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 في الغابة. وهم ماشيين في الغابة جت بومة تعدي وتطير من فوق راسهم، واستغربت اوي اوي، استغربت، بصت لهم باستغراب كده وقالت ايه ده، ازاي غزال ماشي في وسط ثعلبين، ازاي غزال يمشي في وسط ثعالب وكان على كتافهم؟ انا مستغربة اوي الوضع ده. ومشيت ماشيين جه الغزال الرمادي وشقيقته اخته الغزالة العرجاء، شالوه على كتافهم، وفضلوا هما الاربعة ماشيين. وبعد شوية حسوا الثعالب ان هما تعبوا ورجليهم وجعتهم جدا من كتر المشي، وقالوا فقالت الغزالة العرجاء خايفة اتعب من كتر المشي واموت قبل ما اكل من الغزال الجميل قوي ده. فسمع بدر كلامها، سمع الطراطيش سمع كلام كده هوت، ايه ده، هي بتتكلم عن بدر؟ انا الغزال اللي عايزين ياكلوني؟ لا لا لا، اكيد ما بيقولوش كده، اكيد انا سمعت غلط. بعد شوية رد عليها الغزال قال لها ما تقلقيش، دلوقتي ناكلوني استمتع. فقال بدر ايه ده، انا كده اتأكدت دول عايزين ياكلوني. وأدرك بدر أنه وقع في فخ نصبه له ثعلوب وثعلوبة. فكر طويلا فلم يجد مخرجا من هذه المصيبة، وفجأة رقد في ذهني فكرة فقال يا أصدقائي أتعبكم حملي، هلا سمحتم لي بالنزول؟ يا صحابي انتوا تعبتوا اوي من انكم شايليني، ممكن انزل؟ قالوا له لا، ان حملك لشرف عظيم لنا، ان احنا نشيلك على كتافنا ده فخر لينا. البدر يا ويحي يا ويلي، ماذا فعلت بنفسي؟ لقد أعماني غروري عن رؤية الحقيقة، فمتى كان لبني الثعالب أمان؟ وكيف صدقت أكاذيبهم؟
من العقل أن يصبح غزال زعيما للثعالب. هو ألف لقد وقعت في شر أعمالي وغروري. هو ألف لقد وقعت في شر أعمالي وغروري وتكبري. إنني أستحق كل ما يحدث لي. وغروره قتله وجماله ما فادوش بحاجة. وبعدين قال لأ، أنا مش هكون لقمة سهلة في بقهم، أنا هقاوم. نزل من على ظهرهم فجأة فانقضوا عليه جميعا بكل الاتجاهات. جه يهرب ويجري منهم ما قدرش يجري، لم تسعفه قدماه، خاصة بعد الوجبة الدسمة اللي هو كلها. جه يجري معرفش يجري لأنه كان لسه واكل أكل كتير جدا. لذلك فتمكنت الثعالب من محاصرته في لمح البصر. وقالت ثعلوبة: أيها المغرور، هل صدقت أننا سننصبك زعيما علينا؟ وقالت العرجاء: وهل خلت الدنيا من الحيوانات حتى ننصب غزالا هشا لينا أحمق مغرورا؟ إن الزعيم يا عزيزي لابد أن يكون حكيما قويا وليس مثلك يا جميل الضلة. يعني بتقوله ان انت ما فاكش اي حاجة غير جمالك بس، وجمالك ما يخلكش تبقى زعيم، لازم تبقى حكيم وعندك حاجات تانية كتير اوي مش بالسهل هي حاجة الكل. وقبل ان ينقضوا عليه سمع بدر مئات من الحيوان، أقدام مئات من الحيوانات ماشية 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 ماشية، وسمع صوت البوم بيقول: يلا بسرعة، أدركوه أدركوه، يعني مسكوه، الثعالب مسكوه. وفي لمح البصر في ضوء كبير من الغزلان حاصروا الأربع ثعالب، انقضوا عليهم كلهم من اليمين شمال قدام ورا، وقعدوا يضربوهم. فالثعالب بصوا كده نفسهم هيتضربوا وهيموتوا، قعدوا يجروا وبعدوا عن بدر وما عملوش اي حاجة. اما بدر بقى ففقد وعيه، يعني وقع وما فاقش غير في تاني يوم، ووجد نفسه في حضن امه ويحيط به بعض الغزلان الاخرى. لقى نفسه في حضن مامته جنب الغزلان التانية. وفتح عينه بدر كده وبص عليهم وشافهم، وقام جري ونط في المية اللي كان بيشوف نفسه فيها كل يوم، وقعد يتنطط ويرقص ويلعب ويشرب من المية، يشرب ويلف مبسوط ان هو لسه عايش. وبعدين طلع لهم كده: واغفروا لي أيها الأصدقاء زلاتي وعثراتي، فمنذ اليوم أعدكم أن مثال للغزال الصالح. قال لهم: سامحوني يا صحابي، سامحوني يا حبايبي، أنا من النهاردة ورايح هكون من الغزال الصالح، هسمع الكلام ومش هبقى مغرور تاني. كل واحد ليه جمال مميز، انت جميل وانا جميل وصاحب الغزال ده جميل، وكلنا شكلنا حلو لان اللي خلقنا ربنا، وربنا شكله جميل وحلو ما بيخلقش حاجة وحشة. ومن هنا ورايح هحضر كل دروسي علشان اقدر ادافع عن نفسي، مش كل مرة انتوا هتيجوا تدافعوا عني، لازم اكون شجاع واقدر ادافع عن نفسي. يحضر دروسه ويسمع نصايح الزعيم بتاعه، فبات أمهر الغزلان عدوا وركلا وأشدهم قوة وبأسا. وكلما عاودته مشاعر الغرور والتباهي، كل ما افتكر نفسه كده هو مغرور، ينط في المية ويتمرمخ يمين وشمال حتى يفارقه ذلك الإحساس. ومع مرور الأيام أصبح بدر زعيم قطيع الغزلان وحكيم جميع القطعان الأخرى.
بس أخيرا عمل الحاجة اللي هو بيحبها، ده الزعيم، ولكن المرة دي على الخذلان، نفس لونه ونفس جلده ونفس شكله، وبعد ما بقى يستاهل فعلا انه يكون زعيم. ودودة دودة، خلصت الحدودة، حلوة ولا ملدودة؟ تصبح على خير، تصبح على ألف خير، تصبح على سكينة وراحة بال. لازم تناموا، متتعبوش ماما، تحبوا ماما ودايما تفتكروا ان هي اجمل ام في الدنيا، وان هي عملت حاجات كتير قوي قوي علشانكم، ان هي بتحبكم، انتوا كمان لازم تحبوها، تسمعوا كلامها. تصبحوا على الف خير، تصبحوا على الف خير. اتمنى تكون الحدوتة حلوة وعجبتكم، وانتوا دلوقتي نمتوا سابع نوم. تصبحوا على خير يا حبايبي، باي باي. كلنا ننام، حتى انا كمان هروح انام.